Audio Jungle. Audio Jungle. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتوا طيبين. لما انتي عايزة تاكلي جلاش تروحي تشتري لي من بره، ما تشتريهوش من بره، حتة تركاية صغيرة خالص هتتعمل وهتطلع لك احلى جلاش هتاكليه كده صنع ايديكي، حاجة تفرحك وتفرح اولادك. بسم الله ما شاء الله كده حاجة جميلة. اول كلامنا كده هنصلي على النبي، نقول ايه بقى؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. جبنا هنا لفة الجلاش بتاعتنا، انت هتورقيها بقى ورقة ورقة يا مزيزو؟ لا احنا مش هنورقها ورقة ورقة. التركايه بتاعتنا هنا تركايه سهلة وبسيطة جدا جدا خالص. بصوا يعني الحاجة اللي احنا بنشوفها بره لا، انت هتعمليها في قلب البيت وبكل سهولة. جبتي لفة الجلاش بتاعتك، لقيتي مثلا ايه ورقة مقطوعة زي كده من على الوش، لا ما نسيبهاش بقى على الوش، نقلب كده ورقتين في بعض مش عارف المهم ايه داريها، تبقى اللي قدام زي اللي تحت زي اللي فوق كله ايه حاجة واحدة. تمام. هتجيبي هنا كده تروحي تانيها كده من على الطرف مثلث صغير. طب ايه ده، انت مش هتورقي ولا انت هتورقي واحده واحده ولا ايه؟ لا خليكي واحده واحده معايا. هنا هنورقها كده ازاي بقى؟ هنخرطها، نقلبها كده مثلث وهنخرطها، هنقيس كده المقاسات كده. احنا عملنا ايه؟ ادي كده شريحه والشريحه التانية وهي الشريحه ايه التالتة معانا. انت طبعا حسب حجم ورقه الجلاش اللي انت ايه جايباها. انا ورقه الجلاش معايا عملت ايه تلات يعني قطعات زي كده، انا قطعتها يعتبر على 3. كل مثلث هنقطعه زي كده. بصوا الورقه خدت معايا ايه 3 مثلثات بالظبط. بصوا. طب انت كده يا ام زيزو يعني مش هتورقي ولا تعملي؟ استني عليا هوريكي هنعمل فيه ايه دلوقتي. طبعا الحتت الصغيره دي حطيها جوه، خساره هترميها ليه؟ ملهاش اي لازمه. لا بدل ما نرميها لا نحطها كده ايه جوه الجلاش. بصوا بسم الله ما شاء الله. وهنعمل له دلوقتي حشوه جميله جدا والمكسرات، وهتبقى حاجه جميله في منتهى الجمال زي اللي انت بتشتريه من بره واجمل كمان. ما انت عاملاه بقى بايدك في قلب البيت، كفايه ريحته كده وكفايه ان انت شايفاه معمول ازاي. بصوا حاجه بسم الله ما شاء الله، حاجه فاخر من الاخر كده زي ما بيقولوا. كده ايه قطعنا ايه القطعيه بتاعتنا. وهنا كده ايه كان معانا كده ايه شريط صغير خالص برضو هنقطعه ايه صغير. فده ان شاء الله اللي هو المربعات ده انا هنعمله يعني في وصفه تانية. بس زي ما انتم طبعا ايه عارفين كل متابعيني وكل الجماعه اللي متابعيني وعارفين ان انا يعني اتاخرت عليكم في فيديوهات كتير. انا الفيديوهات دي والله العظيم معموله بس تسجيلاتها وحاجات كتير قوي كانت واقفه معايا، لاني يعني ربنا يشفي لي جوزي. طبعا انتوا عارفين ان هو كان في العمليات وكده، فانا ما كانش عندي وقت خالص ان انا اكمل سلسله الفيديوهات اللي انا وعدتكم بيها وقلت لكم هنعمل الحلويات بتاعه رمضان كلها. طبعا كل الحاجات دي يعني ايه الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، فالواحد ما يقولش غير الحمد لله. فبصوا يا جماعه احنا كل الحاجات دي ان شاء الله هنلحق نعملها قبل رمضان، والحلويات بتاعه رمضان هحاول ان انا المها لكم كلها قبل رمضان ان شاء الله. للناس اللي متابعيني وبيبعتوا لي ويقولوا لي يا مزيزو احنا بنحب فيديوهاتك، ربنا يصلح حال الجميع يا جماعه. هنا بقى ايه لفينا حطينا الصينيه دهناها بشويه سمنه. هنا جبنا بقى السمنه بتاعتنا، عايزه سمنه زبده سمنه على زيت اللي انت عايزاه ما فيش اي مشكله خالص. بتعملي كوبايه الا ربع وبتروحي جايه ايه رشها كده على الجلاش بقى من فوق. وبصي بتسيبيه هو بيتشرب بقى كله مع بعض، ولا انت بقى تعملي بقى رول واحده واحده مش عارفه ايه الكلام ده كله. لا لا مفيش الكلام ده. هنا بقى ايه جبنا الحله بتاعتنا، نزلنا كده بايه بكيس من الكاستر ماشي يعادل 4 معالق، يعني يعادل 4 معالق من الكاستر. طبعا ايه حسب بقى ما انت عايزه ماشي. يعني انت عايزه بقى ايه التزيين بتاعك. في اللي بيجيب شوكولاتات وملبس وحاجات من اللي هي والفورماسيل اللي هو بيبقى كله شوكولاته، وفي الفورماسيل اللي هو الالوان زي ما انتم شايفين. انا عندي بقى فورماسيل الوان وعندي جوز الهند وعندي فول مكسرات. بصوا هي اخدت معايا لسعه كده في الفرن من فوق مش مشكله، بس ايه طعمها جميل وكانت مقرمشه. طبعا انت بتنزلي عليها بمج لبن صغير. فانا طبعا ايه انا في الوقت ده انا ما كانش عندي لبن، فانا الاكله مش هتقف عليها، هو اللبن بيطريها. فانا نزلت هنا بالعسل بتاعها بالشربات بتاعها على طول. وهنا بقى ايه حشيت كده الايه الكاستر كده من جوه. بصوا وبتعملي بقى الكاستر هتحشيه. طبعا انت لما بتسقيه بالشربات بتسيبيه ايه من 5 دقايق كده بيطرى، بتغطي عليه كده على اي حاجه كده من على الوش وبيطرى معاكي وبيبقى جميل جدا وطري وبسم الله ما شاء الله. هنا بقى بتروحي عامله كده بالمكسرات بتزينيه تزيين كده بسيط وبيبقى بالشكل اللي قدامك ده. وما تنسيش طبعا تعملي احلى لايك وتعملي اشتراك
وتعملي متابعة علشان يوصلك كل جديد من يومياته مزيزو. وده كان الجلاش بتاعنا، وقولوا لي ايه رأيكم فيه، سهل وبسيط. وما تنسوش يا جماعة تقولوا لي ايه رأيكم. مع السلامة.